معنا هنا محي الدين خالف. الشيخ مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير لكل الضيوف. راهو معنا شخص تحبه كثير، بدو الزكي. اي والله انا عرفته. بلده الثاني هذا بلده الثاني. الله يسلمك الله يسلمك. بدو زكي عندك حكايه معاه تشتيه كثير، تحبه كثير بدو زكي محي الدين. الزكي كان لما كنت مدرب كان يلعب اول مباراه تاعو في المنتخب الوطني المغربي هنا في الجزائر. هذه ما قالها لناش هذه. لما فزنا عليهم في الدار البيضاء، فتم تغيرت الامور على مستوى كرة القدم. يعني قرار اتخذ من طرف المسؤولين و تغيرت الامور، وكان دخل بدو زكي كحارس. وراه معنا ايضا علي بن شيخ، حارس من اكبر حراس على مستوى العالم، طراز العالي من طراز العالي، هذا ما فيه شك. وراه معنا ايضا علي بن شيخ. الكثير ربما ما يعرفش، الكثير سي محي الدين خالف ما يعرفش انه علاقتك طيبه جدا بعلي بن شيخ. ما يعرفش شكون ما يعرفش بن شيخ، شكون ما يعرفش بدو الزكي ولا ابو دربانه ولا هذاك الوقت تقريبا نفس السنه العمر، وكلهم فنانين. كانت الفرجه حتى لا تنهزم فيها الفرجه. بغيت كانت فرجه. لا نتكلم على علي بن شيخ. البعض يعتقد بانك انت ما تفهمش مع علي بن شيخ. علي بن شيخ نسلموا عليه ولا ما نسلموا عليه، فهو دائما في قلبنا. عشنا مع بعض وكنا جيران وكل اشياء كثيره. وكان لاعب تاعك. نعم كان لاعب تاعك ايضا. كان لاعب في الثمانينات. كان يلعب معايا وكان يلعب ضدي، لانه انا ذاك كنت مدرب تاع شبيبه القبائل. الشبيبات، كنت مدرب الشبيبه. بصح كان يسجل لك في كل مره، كان يسجل لك. شوف انا رياضي. انا نتقبل كل شيء. انا دائما نتفكر ولا ننسى الكاس ما بين في 83 ما بين جياسكا ومولوديا ومولودية العاصمة، الفريق العريق. 100,000 متفرج. انهزمنا 3-2، والهدف الثالث الوقت اللي كنا ننتظروا نلعبوا ضربات الجزاء، الاشواط الاضافيه. فكانت روغات خاصه لاخي وصديقي علي بن الشيخ، هو اللي اعطى الفوز ولكن بكل صراحه انا ما غادنيش شحال، لان كانت مباراه كبيره فيها 5 أهداف وفيها 100,000 وما في اي مشكل في الملعب. صح خرجوا. وكاينه حاجه، كانت تشيبالو كان دائما تشيبالو هو تقريبا بن الشيخ. فالجمهور تاع المولوديه لما تكون لعبه من جهه، الجمهور تاع المولوديه يراوغ يصفقوا عليه، ولما تمشي الجهه الاخرى يصفقوا على علي بن شيخ. واضح سي محي الدين خالف. هذه الايام ما تنساش، ايام جميله، ونتمناو تكون معنا في البلاطو باش تحكي لنا كل هذه الذكريات. سي علي بن شيخ، سي محي الدين خالف، حبيت تقول علي بن شيخ. نشوف، حبيت برك نعرف رايك في المنتخب الوطني الحالي، ولماذا كل المنتخبات المغاربيه تونس الجزائر والمغرب في المباريات الاولى هذه كانت اكوتي دو لابلاك؟ انا نظن اولا نتكلموا على المباراه تاعنا. ما كثروش الهضره كثير بكل صراحه. المنتخب الجزائري ماهوش متحضر، ناقص كثير، لانه مشاكل كثيره بالنسبه للاعبين، العقود،
ما كانش عندهم الوقت باش يلعبوا، ما لعبوش كثير، نقصوا في التدريب. ماهوش من جهه ثانيه نفس التغييرات نتاع متتاليه نتاع المدربين، فهي بكل صراحه ما كانش في مصلحه الفريق المنتخب. حتى اليوم المدرب الحالي ما يعرفش كثير لاعبين، وما كانش عنده الوقت باش يحاول يكون الفريق. صح. اليوم نحكيو على الانسجام. كيفاش يكون انسجام لما يتغير مدرب ويتغيروا اللاعبين وما عندكش وقت؟ صح، نفس الشيء قالوا علي بن شيخ منذ قليل. صح، نفس الشيء. المباراة تاع تونس كيفاش تشوفها سي محي الدين؟ مباريات ما فيش تكوين، علاش نشوفوا الكرات الطويله. صح. كيفاش تشوف مباراة تونس سي محي الدين خالف يوم الخميس ان شاء الله، مباراة الديربي؟ شوف، الديربي معروف، الديربي ما بين كاين الديربي مع المغرب بكل صراحه، فهما يعرفوا كثير لانه اقرب لنا ويعرفوا عقليتنا، فيعرفوا بان اللاعب الجزائري ما يتحملش اشياء لا رياضيه، يعني يلعبوا على الجانب النفسي على هذه الطريقه هذه. فلهذا المباراه القادمه مع المغرب مع الفريق التونسي فهي ستكون مباراه صعيبه جدا للجزائريين الى ما تحكموش في الاعصاب. واضح. اكيد بان اللاعب التونسي ولا المنتخب التونسي يدخل ويعول كثير على هذا الضغط وهذا الاشياء اللا رياضيه. دائما تخلي ان اللاعب الجزائري يفقد الاعصاب تاعو. واضح سي محي الدين خالف. انا حبيت نسمع السي بدو زكي، بالك حب يسلم عليك لانه حتى هو يحبك كثير. واش تقول مع السي محي الدين خالف سي بدو زكي؟ واش تقول له ويستمع في الينا؟ اولا كان نهني سي محي الدين خالف اللي هو اب وصديق واخ، وواحد من الاطر اللي كنفتخروا بها في العالم العربي والافريقي، واحد اللي نقدر نقول اعطى الكره الافريقيه والجزائريه والعربيه الشيء الكثير. لهذا من هذا المبارك كنحييه وكنتمنى له الصحه وطول العمر. ان شاء الله. راهو مريض شويه، نتمنى له الصحه كما قلت وطول العمر. ربي يشفيك سي محي الدين، واعطينا كلمتك الاخيره. بغيت حاجه نضيفها بالنسبه للعلاقات. نعم. مع بدو زكي لازم تعرفوا بان، وراح ياكد لكم بان سي بدو زكي الاخ نتاعي الله يرحمه ويوسع عليه المغرب المسير، والرجل لاقص الخلفي اللي كان في الوداد مهاجم، فهما اللي اليوم نقدروا نقولوا اللي هما اللي كانوا وراء بدو زكي حتى الحق لهذه الدرجه في الوداد. صح. ولا صح. في كل شيء. صح. علي قال لك راك نسيت بلال زيري، راه هنا معنا بلال او يسلم عليك، على باله بيتحبوا كثير بلال زيري. قول بلال، قول له التدريب مش كما لاعب اليوم، مش سهل، ونتمنوا له النجاح، وانا مأكد بانه راح ينجح لانه يحب المهنه تاعو ويحاول دائما يتحسن بالنسبه للتحضير. شكرا لك، شكرا سي محي الدين خالف، وشكرا على هذه النصائح اللي اعطيتها لبلال زيري، وعلى ذكرتنا بالايام الجميله لكره القدم الجزائريه. نشكرك ونتمنى تكون معنا قريبا في البلاطو سي محي الدين خالف. شكرا لك. ان شاء الله. بارك الله فيك. شكرا. معنا هنا محي الدين خالف. الشيخ مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير لكل الضيوف. راهو معنا شخص تحبه كثير، بدو الزكي. اي والله انا عرفته. بلده الثاني هذا بلده الثاني. الله يسلمك الله يسلمك. بدو زكي عندك حكايه معاه تشتيه كثير، تحبه كثير بدو زكي محي الدين. الزكي كان لما كنت مدرب كان يلعب اول مباراه تاعو
المنتخب الوطني المغربي هنا في الجزائر. هذه ما قالها لناش هذه. لما فزنا عليهم في الدار البيضاء، فتم تغيرت الامور على مستوى كرة القدم. يعني قرار اتخذ من طرف المسؤولين تغيرت الامور، وكان دخل بدو زكي كحارس، وراه معنا ايضا علي بن شيخ، حارس من اكبر حراس على مستوى العالم، طراز العالي، من طراز العالي، هذا ما فيه شك. وراه معنا ايضا علي بن شيخ. الكثير ربما ما يعرفش، الكثير سي محي الدين خالف ما يعرفش انه علاقتك طيبه جدا بعلي بن شيخ. ما يعرفش، شكون ما يعرفش بن الشيخ، شكون ما يعرفش بدو الزكي ولا الطريقه هذه. فلهذا المباراه القادمه مع المغرب مع الفريق التونسي هي ستكون مباراه صعيبه جدا للجزائريين الى ما تحكموش في الاعصاب. واضح. اكيد بان اللاعب التونسي ولا المنتخب التونسي يدخل ويعول كثير على هذا الضغط وهذا الاشياء اللا رياضيه. دائما تخلي ان اللاعب الجزائري يفقد الاعصاب تاعو. واضح سي محي الدين خالف. انا حبيت نسمع السي بدو زكي، بالك حب يسلم عليك لانه حتى هو يحبك كثير. واش تقول مع السي محي الدين خالف سي بدو زكي؟ واش تقول له ويستمع فيه الينا؟ اولا كان نهني سي محي الدين خالف اللي هو اب وصديق واخ، وواحد من الاطر اللي كنفتخروا بها في العالم العربي والافريقي، واحد اللي نقدر نقول اعطى الكره الافريقيه والجزائريه والعربيه الشيء الكثير. لهذا من هذا المنبر كنحييه وكنتمنى له الصحه وطول العمر. ان شاء الله. راهو مريض شويه، نتمنى له الصحه كما قلت وطول العمر. ربي يشفيك سي محي الدين، واعطينا كلمتك الاخيره. بغيت حاجه نضيفها بالنسبه للعلاقات. نعم. مع بدو الزكي لازم تعرفوا بان، وراح ياكد لكم بان سي بدو الزكي الاخ نتاع روغات خاصه لاخي وصديقي علي بن الشيخ، هو اللي اعطى الفوز ولكن بكل صراحه انا ما غادنيش حال، لان كانت مباراه كبيره فيها 5 أهداف وفيها 100,000 وما في اي مشكل في الملعب. صح. خرجوا. وكاينه حاجه، كانت تشيبالو كان دائما تشيبالو هو تقريبا بن الشيخ. فالجمهور تاع المولوديه لما يكون تكون لعبه من جهه الجمهور تاع المولوديه يراوغ يصفقوا عليه، ولما تمشي الجهه الاخرى يصفقوا على علي بن شيخ. واضح سي محي الدين خالف. هذه الايام ما تنساش، ايام جميله، ونتمناو تكون معنا في البلاطو باش تحكي لنا كل هذه الذكريات. سي علي بن شيخ، سي محي الدين خالف، حبيت قلت علي بن شيخ. نشوف حبيت برك نعرف رايك في المنتخب الوطني الحالي، ولماذا كل المنتخبات المغاربيه تونس الجزائر والمغرب في المباريات الاولى هذه كانت اكوتي دو لابلاك؟ انا نظن اولا نتكلموا على المباراه تاعنا. ما كثروش الهضره كثير بكل صراحه. المنتخب الجزائري ماهوش متحضر، ناقص كثير، لانه مشاكل كثيره بالنسبه للاعبين، العقود ما كانش عندهم وقت باش يلعبوا، ما لعبوش كثير، نقصوا في التدريب. ماهوش من جهه ثانيه نفس التغييرات نتاع متتاليه نتاع المدربين، فهي بكل صراحه ما كانش في مصلحه الفريق المنتخب. حتى اليوم المدرب الحالي ما يعرفش كثير لاعبين، وما كانش عنده الوقت باش يحاول يكون الفريق. صح. اليوم نحكيو على الانسجام. كيفاش يكون انسجام لما يتغير مدرب ويتغيروا اللاعبين
وما عندكش وقت. صح، نفس الشيء قالوا عليه بن شيخ منذ قليل. صح، نفس الشيء. المباراه تاع تونس كيفاش تشوفها سي محي الدين؟ مباريات ما فيش تكوين، علاش نشوفوا الكرات الطويله. صح صح. كيفاش تشوف مباراه تونس سي محي الدين خالف يوم الخميس ان شاء الله، مباراه الدربي؟ شوف الديربي معروف، الديربي ما بين كاين الديربي مع المغرب بكل صراحه، فهما يعرفوا كثير لانه اقرب لنا ويعرفوا عقليتنا، فيعرفوا بان اللاعب الجزائري ما يتحملش اشياء لا رياضيه، يعني يلعبوا على الجانب النفسي. هذا بودرباله ولا هذاك الوقت تقريبا نفس السنه العمر وكلهم فنانين. كانت الفرجه حتى لا تنهزم فيها الفرجه. بغيت كانت فرجه. لا نتكلم على علي بن شيخ. البعض يعتقد بانك انت ما تفهمش مع علي بن شيخ. علي بن شيخ نسلموا عليه ولا ما نسلموا عليه، فهو دائما في قلبنا، عشنا مع بعض وكنا جيران وكل اشياء كثيره. وكان لاعب تاعك؟ نعم كان لاعب تاعك ايضا. كان لاعب في الثمانينات، كان يلعب معايا وكان يلعب ضدي، لانه انا ذاك كنت مدرب تاع شبيبه القبائل. الشبيبات، كنت مدرب الشبيبه. صح، كان يسجل لك في كل مره، كان يسجل لك. شوف اخو، انا رياضي، انا نتقبل كل شيء. انا دائما نتفكر ولا ننسى الكاس ما بين في 83 ما بين جياسكا ومولوديا ومولودية العاصمة، الفريق العريق، 100,000 متفرج. صح. انهزمنا 3-2 والهدف الثالث الوقت اللي كنا ننتظروا نلعبوا ضربات الجزاء، الاشواط الاضافيه، فكانت